خير يا مكة يا حبيبتي، في حاجة؟ كل ما ابصلك يا دودو بحس انك غلطتي في السكه. سكة ايه اللي انا غلطت فيها؟ سكتك في الحياه عامه. يعني مثلا انت ما كانش المفروض تدخلي اعلام، انت كان المفروض تدخلي معهد تمثيل. شايفاني نجمة سينما صح؟ لا ما حصلتيش نجمه طبعا، بس انت بتمثلي على كل الناس اللي حواليكي، حتى على نفسك يا حرام. انا بمثل؟ انا؟ وتمثيلك اوفر قوي، ما يخشش دماغ حد بصراحه. انت مالك يا ملك بتكلميني كده ليه؟ عشان عايزه افوقك يا دودو، مش عايزاكي تفضلي في السكه اللي انت فيها دي، هتخسرك كل الناس اللي حواليكي. عارفه ليه؟ انا والله من العظيم غير ما تردي انا هقول لك ليه. عشان انت متخيله انك اذكى من الناس كلها، فبتتصرفي بغباوه قوي، عايزين انا ومازن نقع في بعض، مش كده؟ والله العظيم دي فكرة مازن من الاول، هو اللي عرض عليا الفكرة دي. ايوه صح، زي ما عرض عليكي برضو موضوع السفر، وبعد كده بات في المكتب، مش كده؟ انت ظلماني يا مكة. لا يا روحي انا لسه ما ظلمتكيش، بس انا ممكن اظلمك. لا اظلمك كده، انا ممكن افرمك، وممكن اطلعك من مازن على فكره ببساطه قوي. ياه، طب طالما كده بقى فانا عايزه اقولك ان مازن بيحبني قوي وما يقدرش يستغنى عني، والطريقه اللي انت جايه تكلميني بيها دي مش مخوفاني. خلاص تعالي نجرب. اللي قولي لي هو حساب توفير رقم 2223 باسم دعاء لحلح، مازن يعرف عنه حاجه؟ انت بتفتشي في حاجتي يا ملك؟ انا؟ لا طبعا، اللي يمكن اعمل كده. بس قبل ما تفتحي حساب من ورا جوزك يا هبله، ما تديهمش عنوان البيت هنا، عشان لما يبعتولك جوابات ما تقعش في ايد حد، خصوصا مازن. انا كده كده كنت هقول لمازن، انا ما بخبيش عليه حاجه. لا يا روحي انا ممكن اقوم بالخدمه دي واقول له، وممكن كمان اقول له انت شايله في الحساب كام، بس ماليش دعوه بقى لو سالك انت جايبه الفلوس دي منين، دي حاجه بينكم وبين بعض ماليش فيه. ملك انت هتقولي له يا ملك؟ والله ما اعرفش، دي حاجه ترجع لك انت حره. وعلى فكره انا لسه عندي حاجات تانية كتير بس شايلها لوقتها. انا مش عايزه حاجه ومش عايزه الاوضه، خلينا اصحاب يا ملك. لا صحابي يا دودو ما تقوليش كده، ده انت اختي، بس عشان خاطري بقى لو عايزانا نفضل اخوات طلعيني من دماغك خالص. اتفقنا يا دودو؟ شكلنا اتفقنا. تصبحي على خير. انت راجل كذاب وانا خلاص ما بقتش اصدقك. عشق موجوده. انت ليه مصممه تستفزيني؟ عشق ماتت. الناس كلها شافوها واتكلموا معاها. ناس مين؟ عمر اللي شافه وهو سكران ومنقل ب 60 نيله، ولا هيثم اللي راح ضحك عليه وعرف منه كل حاجه عشان يجي يضحك علينا هنا؟ لا ده ولا ده. الاستاذ اسر المحامي اللي مني كانت بتشتغل عنده، واخت الدكتوره فريده استاذ الجامعه. انت بتقولي ايه؟ بقول لك اللي حصل، شافوها واتكلموا معاها وكانت مخطوبه وهتتجوز. كفايه بقى كفايه، انا زهقت من الكلام ده. هي ايه؟ شوطه وجت في البلد كل شويه حد يطلع لي ويقول لي عشق موجوده. طب هي فين؟ لما هي موجوده هي فين؟ او كله كلام. انت اللي خايف على روحك، عشان لو هي موجوده المستخبي هيبان والناس كلها هتشوفك زي ما انا شايفاك. وانت لازم تخافي زيي وما تصدقيش الكلام الفاضي ده الا لما تشوفي بعينيكي. مش هستنى لغايه ما اشوف. اديني المبلغ الاخير اسد بيه الدقيقه وامشي. قولي كده بقى ان كل اللي يهمك الفلوس وخلاص. احنا مش كنا متفقين على كده؟ كنا متفقين ان انا ساعدك وساعدتك كتير، وبعدين انا صرفت كتير في جوازة مازن وفي تجهيز عادته الجديدة. اصبري بقى عليا شهر ولا شهرين. اسمع يا عاصم، انا طول المده دي حاطه الجزمه في بقي وساكته، لكن انا ممكن ما اسكتش وافضحك. وتفضحي نفسك؟ عقلي وما تنسيش انا مين. بقول لك يا عاصم، انا مش خارجه من هنا غير لما اخد الفلوس. فين الفلوس؟ عقلي بقى وبلاش كلام، فوقي. هو ايه اللي بيحصل؟ اهلا يا دعاء. انت ايه اللي مصحيكي لغايه دلوقتي؟ بيتهيألي النوم افيد. نوم؟ هو الواحد ممكن يجيله نوم؟ اصل ساعات الواحد بيشوف حاجات كده غريبه تخليه يقعد يفكر لحد ما النوم يطير من عينيه. لا مش للدرجه دي يا دعاء يا بنتي. مش للدرجه دي. الخدامه بتزعق لسيدها
وسيدها واخد الموضوع عادي، يبقى اكيد في حاجه غلط. دي مشكلة قديمة وخلصت خلاص، ما ينفعش نتكلم فيها تاني. مشكله قديمه بالنسبه لحضرتك، لكن بالنسبه لي انا فهي مشكله جديده، واكيد برضو هتبقى مشكله جديده على مازن وعلى ملك وعلى طنط. دعاء، وهتستفيدي ايه لما حد يعرف؟ ولا حاجة. لكن لو ما حدش عرف هتستفيدي كتير قوي. حضرتك عايزني ما اتكلمش مش كده؟ انت وشطارتك. انت عارف انا بحب طنط قد ايه. تصعب عليا اسيبها كده مش دريانه بحاجه. خلاص، روحي قولي لها وهدي البيت، وساعتها هتخسري انت كل حاجة. لكن لو فضل الموضوع ده بيني وبينك، طلباتك كلها هتبقى مجابة. حضرتك شاطر قوي في الاقناع، بس هو مش كلامه خلاص. انت عايزة ايه يا دعاء؟ طول عمري نفسي يبقى ليا حساب في بنك يكون بعيد عن عيون الناس علشان يأمن لي مستقبلي. حاضر، بس هحط لك فيه مبلغ صغير عشان انا مزنوق اليومين دول. مش الزنقه دي مصيرها هتتفك والحساب هيكبر. ماشي يا دعاء. ربنا يخليك ليا يا بابا. بابا؟ اصل انا بقالي كتير قوي ما قلتش لحد يا بابا. تصبح على خير يا بابا. الفطار فين؟ مش جاهز لحد دلوقتي ليه؟ صباح الخير يا مدام دعاء. انت تقصد ايه؟ اقصد اصبح على حضرتك. لا انت تقصد تقولي ان انا ما قلتلكش صباح الخير وانا داخله. انا متعمده ما اقولش صباح الخير علشان ناس زيكم قاعدين بيفطروا وسايبين اهل البيت ما فطروش يبقوا ما يستاهلوش صباح الخير. يا مدام دعاء، مفيش حد من اهل البيت لسه صحي غير حضرتك، ولو حضرتك عاوزه تفطري ثواني على السفره هيكون الفطار جاهز. ثواني؟ ازاي في ثواني؟ انت بتاخدني على قد عقلي. خلاص يا فندم، دقايق. بصوا بقى، الفوضى اللي انتوا كنتوا عايشين فيها قبل ما ناجي تنسوها خالص. من النهارده في نظام جديد، الفطار يبقى على السفره الساعه 8 الصبح. ولا ايه يا نجاة؟ حاضر يا هاني. حاضر ازاي يا نجاة؟ ليلى هاني مش هتوافق على كده. خلاص يا راضي، البيت كان له نظام قبل مازن بيه ما يتجوز، دلوقتي البيت بقى فيه عيلتين ولازم الكل يرتاح. شاطره يا نجاة. لا يا ماما، احنا مش اصحاب البيت. لو هي عايزه حاجه تتفضل تقول ليلى هانم، ليلى هانم تبلغنا واحنا نبقى ننفذ. انت بتتكلمي ليه انت بتشتغلي هنا يا بنتي؟ لا، منى ما بتشتغلش. ولما هي ما بتشتغلش هنا قاعده بتفطر معاكوا ليه؟ لو عايزين تتلموا وتفطروا مع بعض ممكن تروحوا تفطروا هناك. جرايه يا مدام، بالراحه شويه، منى ما غلطتش. اسكت يا راضي. اسمع كلام مراتك واسكت يا راضي. ويلا بقى حضروا لي الفطار وفكروا هتغدونا ايه علشان تقولوا لي وانا بفطر. ليلى هانم هي اللي بتختار الغدا. لا من هنا ورايح انا اللي هختار كل حاجه، والحسابات والمصاريف هتبقى معايا. والنظام الجديد ده لو مش عاجب حد فيكو الباب يفوت جمل. الفطار بسرعه. هو في ايه يا نجاة؟ انا طالع العاصم بيه وليلى هانم. استنى يا راضي، استنى. دعاء بتتلكك لنا وليلى هانم مش هتقدر تعمل لها حاجه، خصوصا بعد حكايه اختها. وعاصم بيه انت عارف ملوش دعوه. خلاص نسيب البيت وزي ما ترسم. انا لا عندي صبر ولا عندي مراره، بنت زي بنتنا تعمل فينا كده. هتروح فين؟ خلاص الراضي هانت، نسدد خدنا علينا ونمشي.